ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ جايب لكم بقى النهارده فيديو بتاع الناس الرايقه. لو انت نفسك رايح تاكل بقى ايه حلقات البصل او الاونيون رينجز عشان تروح تاكلها في اقل مطعم هيقول لك 4 حلقات 5 حلقات ب 35 جنيه ليه يا كافر؟ ليه؟ فانا بقى جبتها لكم النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه واحتمال كبير تبوظ مننا بس ادينا حاولنا. الحمد لله، بداية مشرقة بالتفاؤل. خلونا بقى نبدا على طول. اول حاجه طبعا معانا ايه؟ البصله الجميله بتاعتنا، بصله وسط كده عشان احنا طبعا ايه هنجرب يعني ممكن تبوظ مننا. نقطع كده يا معلم حتت كده اللي هو ايه يعني ولا رفيعه قوي ولا سميكه قوي، حاجه في الوسط. نجرب بقى نجرب في دول. نفضل كده فكك بقى الحلقات اللي اتعملت دي كده اهو. بص يا جماعه ده الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، اللي هي الحلقات تبقى كده. نعمل بقى كل الكلام ده هو يا رب تنجح يا فتح يا رب يا رب يا رب. البصله اتقطعت يا رب. ايه ده انت قلب بارد. نجيب بقى يا معلم بقى ايه البتاع اللي هنحط فيها الدقيق بتاعنا. ننزل بشويه دقيق كده بس كده حلوين قوي. على الدقيق بقى يا معلم انزل عليه بمعلقه بيكنج باودر كده اهو. انزل معلقه وانزل بقى بمعلقتين كبار نشا ذره. ده اهم حاجه اصلا في الوصفه، هو ده اللي هيخليه قايمش. أين من بويجري؟ وطبعا الجيش قال لك اتصرف، فاحنا هنقلب كل الكلام ده كله كده اهو في بعض كده اهو. اصلا الصراحه مش هروح للمطبخ. انت بتبص لي كده ليه؟ انا مش هروح المطبخ واجيب سكينه، مش هجيب معلقه واجي. فالجيش قال لك اتصرف. في بوله بقى تاني معانا ننزل بشويه دقيق كده صغيرين. ركز يا ابني انت وهو في الوصفه ديت عشان نسينا حاجه مهمه قوي، وطبعا انت ما فكرتنيش. رشه الملح بتاعتنا ننزل كده بشويه حلوين وعليهم معلقه بابريكا. وقلب بقى يا معلم الكلام ده كله تاني بس كده بقى عظمه قوي. بعد بقى ما حطينا الدقيق في البوله التانيه وننزل بقى يا معلم بقى على الدقيق ده تدريجيا كده وافضل اقلب فيه لحد ما يوصل للقوام اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. وده يا جماعه بقى الشكل اللي احنا عايزينه. عايزين القوام يوصل للشكل ده كده قريب زي قوام الطحينه. بالظبط كده، حاجه زي الطحينه كده. نبدا بقى ايه نجهز الاونيون رينجز بتاعتنا. امسك يا معلم حلقه البصل بتاعتك كده غطسها هنا كده واطلع بيها على الدقيق ده غطس حلو كده من هنا لهنا. وانزل بيها تاني هنا اهو وروح بيها على الدقيق مره كمان وكده بقت فل قوي. هنعمل بقى كل حلقات البصل اللي معانا بنفس الطريقه دي ونرجع لكم تاني. يعني قلت لك اعمل الحاجات ديت بالبتاع حط لي انا اشتغل. لقيتك رحت معور الجامعه رحت راميها على حجري. مره توقع الميه السخنه على حجري ومره توقع اللبن ومره تدلق زيت على. انت يا ابني انت جاي انت عايز مني ايه؟ بس المرتب مزعلك في حاجه؟ بص انا باخد مفيش كل يوم. بالظبط كده بس بتاكل. والصراحه وصفاتك كلها جامده. يا عم ده هبداوي بيعمل لك الاكل. نرجسيه فوق. وكده يا جدعان احنا خلصنا كل الكمية. زيت حامي بس مش قوي يعني وسط. ننزل بقى كده يا معلم من بعيد لبعيد عشان اخر مرة اتلسعت. ايوه يا رب بس تطلع حلو. يابا الشيف هبدا بيعملها. كده هتخلينا ابقى نرجسي اكتر ما نرجسي. انا عندك مساحة فاضية انزل فيها. هي يعني سيبكم من الشكل اهم حاجة في الطعم يا جدعان. في عظمة بتحصل. بصوا اول لما يوصل معانا اللون الذهبي ده كده نروح قلبينه. انا حاسس ان انا بعمل ستريبس مش بعمل اونيون رينجز. وده يا جماعه الشكل بعد ما خلص خلاص. يعني هو الريحه تحفه الصراحه. هنطلع بقى الكميه كلها ونرجع لكم تاني. وده يا جدعان بقى الشكل بعد ما خلصنا. بصوا شايفين الحلاوه؟ شايفين يا جدعان؟ يعني دي عشان في اقل مطعم تاكلها. اي نعم هي شكلها هيكون الطف الصراحه من كده بس عشان تاكلها في اقل مطعم ولا 60 جنيه عشان الخمس حلقات بس. 5 حلقات اقول لك ب 35 جنيه 40 جنيه. طب وعلى ايه؟ جبت لكم طريقه سهله وبسيطه اهو 5 دقايق. ندوق بقى يا معلم ونقول الراي. ان انا هاخد حته كده بايه؟ قول لي اصلا انتوا معايا. دوقني يا ابو عمو. يا لهوي على القرمشه. ده القرمشه دي حوار تاني اصلا. مظبوطه قوي. لا ناخد قطمه كمان كده. 100 100 يابا. مظبوطه قوي بجد، مظبوطه بطريقه انا كنتش متوقع انها تطلع حلوه قوي كده يعني ممكن تبوظ مننا. هي بس الشكل لو عرفتوا تظبطوه اكتر من كده هتقولوا انها بتاعت مطاعم بالظبط بس غير كده مفيش اي فرق. اعتقد ان هي كمان احلى من بتاعه المطاعم لان انت شغال بمكونات بيت وعارف الحاجه اللي انت جايبها دي جايبها منين. بالظبط كده. والبصل من جوه برضو اللي هو ايه مش ني، تحسه مكرمل كده ومدي طعم حلو قوي للموضوع. والقرمشه بس مظبوطه. نسيب دي بقى دلوقتي وايه نشوف الاختراع اللي احنا اخترعناه واحنا واقفين عادي. مش تعرف بس ان دماغ هبده شغاله ما بتنامش. نخش بقى على البتاع ده يا جدعان. طبعا اتبقى مننا شويه دقيق
على شويه الخلطه التانيه اللي عملناها دي بميه ديت نسيبهم؟ لا. يعني ايه نسيب المكونات ديت؟ احنا لازم نوفر في كل حاجه بنعملها. رحنا بقى يا معلم حطينا الدقيق على الحاجات ديت وفضلنا نقلب فيهم لحد ما بقت عجينه كده وعملت معانا هذا الشكل، ونزلنا بقى في نفس الزيت برضه. فاحنا نشوف طعمها بقى هيكون عامل ازاي. هو صوت القرمشه اصلا لوحده حوار. هي شكلها كيكه نيه، كان المفروض تتقطع على حتتين، مش عارف. احنا ندوق واللي يحصل يحصل. هي موتة ولا اكتر؟ ايوه. ايه؟ هذا الموضوع يضحك التعمق. ايه؟ انا باكل عيش فينو. يا راجل احنا عملنا عيش فينو واحنا واقفين؟ يعني طعمها حلو بس انا مش عارف احدد ايه دي. خد كده وريني كده انت دوق. اللي تعرف. وريني يا ابو عمرو. والله هي شكلها كيكه اسفنجيه قوي الصراحه. كان انا مش عارف احدد طعمها اصلا. يعني بص هو طعمها حلو وكل حاجه، بس المشكله بقى في ايه؟ انا مش عارف اقرب لكم دي طعمها زي طعم ايه. يعني انا مش لاقي طعم في دماغي لنفس طعم ده. طعمها حلو وكل حاجه بس طعم جديد عليا. افتكاسه جديده. تحسها كده عيش شمسي بس في طبقه كريسبي من بره كده وتقطره من سيكه من جوه. بس لا الصراحه انا شايف ان دوت انا شايف ان البصل احسن بكتير. اكيد طبعا. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده لو عندك اي هبده جديده، تجربه فاشله، حاجه عايز تعملها وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، سيب لي التجربه اللي انت عايز تجربها تحت في الكومنتس او ابعتها لي على الانستا، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. وبس كده يا معلم، انا بقى هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيزون الفوتوغرافر عشان خاطرك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.